السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندرين من قناة هانتر 53. شلونكم شباب؟ زينين ان شاء الله تكونون بخير. واليوم راح اشرح لكم فيديو جديد عن لعبة GTA 5 اونلاين. وهاي اليوم الشرح عن شلون راح تجيب $1,000,000 بوقت قصير ان شاء الله. راح اراويكم كم شغلة او كم مهمة راح تستفادون منها، تقدرون تكملوها بوقت محدود، وتقدرون مهمات سهلة جدا رغم راح تحطها على الهارد وتحصل فلوس منها. المهمات بسيطة وسهلة جدا من انت مبتدئ بجي تي اي اونلاين وتريد تجمع $1,000,000 حتى تصير سي او. نبدأ بالفيديو الخامس والعد التنازلي. اول فيديو او اول شغلة راح تسويها وهو تسطو على المتاجر. راح تلقى 20 متجر مال او محلات او احنا نقولها اسواق، تسطو عليهن وتاخذ منهم الفلوس وراح تشوفها وتنيشن على هذا. قبل تطلع سلاحك هو راح يعطيك كل اللي موجود بالخزنة او كل اللي موجود بالمحل، فلوس المحل يعطيك اياها. راح تاخذ منها مثل ما شفتوا 1249. طريقة سهلة جدا. راح تاخذ سيارتك وتتخلص من الشرطة وراح تعيد المهمة وتروح على غير متجر وتروح على غير متجر المعجمة. وبالفيديو الرابع راح نلقى هالمرة مهمة سهلة همينة راح تقدر تسويها بكم دقيقة او دقائق معدودة. تروح على بلاي جوب وتروح على جوبس وبعدين روك ستار كريتد ومشن، وراح تروح على بلو اب 1 2 3 او بلو اب 1 2 3. 3 مهمات، ثلاثتهن واحد اسهل من الاخر، ولكن انا راح اختار الفيديو الاول كمثال. بس لا تنسى تحط اللعبة على الهارد باول خيار، difficulty يعني الصعوبة سوي على الهارد. راح تصير اللعبة على الهارد وتقدر تلعبها. ومنها بدأ المشن بلو اب. المطلوب منك انه راح شو تسوي، راح تاخذ تروح على السيارات، تلقى كم سيارة بمعرض موجود. وهي اللعبة عن المهمة السيمون. لا تعرفون سيمون بالاونلاين او اذا تعرفون سيمون بالاوفلاين لعبتوا اللعبة او طور القصة. راح تجمع السيارة. احسن طريقة راح تجمعهن كلهن سوا حتى شنو، حتى تفجرهن تفجير واحد وما تصرف اكثر. منها راح اجمعهن واخذ السيارة وابتعد عن السيارات. حاول من تفجرها حتى لا تنفجر سيارتك او تموت انت. منها توصل السيارة لما توصل للسيمون، مكان قريب اقل من كيلومتر. هاي المشن راح تقدر تسويها بدقيقتين تقريبا، وراح تحصل فلوس زينة يعني تقريبا 4,500 حسب المشن. دورات يعطيك اكثر او دورات. هذا المشن تقدر تلعبه وحدك. راح نوصل هنا ونشوف راح ايش قد يعطينا سيد سيمون الظريف شلون خاطر. مثل ما اشوف مشن باسد وطانا جي بي منا، طانا 4,680 وخبرة 1050. الفيديو الثالث والمهمة الاخ راح تلعب المهمة. هاي المهمة سهلة كلش همنا بلاي جوب روك ستار كريتد وتروح على ميشنز، بعدين تنزل على مهمة واللي هي اسمها cleaning the cat house وتبدأ المشن. راح تبدأ المشن. اول ما تبدأ المشن انصحك تنزل طيارة. اللي عنده طيارة او ما عنده طيارة، اكيد انت ما عندك طيارة بعدك جديد، تفتح الموبايل تروح على ميري وذر تتصل بيهم، راح يعطوك خيار. بالخيار الرابع راح تلقى هليكوبتر باك اب، وهو راح يقطع منك $1,000. من ينزل الهليكوبتر او يجي يمك او حاول تكون مكان مفتوح حتى ينزل الهليكوبتر على السريع. راح تجي الهليكوبتر وتقتل السائق وتاخذ الطيارة وحتى تروح على المكان المحدود. بس هالطريقة حتى تقدر توصل للمشن بساعة او المكان المعدود بساعة بدون ما تتأخر.
اول ما توصل هناك راح تنزل على هذا المكان هو دي اشر لك عليه، لا تنزل لا جوا ولا تقاتل اللي وياك هناك او اللي يوقفون ضدك. راح تجي لبنية تصعد بالطيارة وتطير بهم، لان ذول العصابة ما عندهم طيارات بس سيارات. راح تاخذ البنية وراح توصلها المكان اللي هو مادرازو هاوس. راح توصل هنا وراح يعطيك 10,000، اكثر من 10,000 اعتقد. اني مرة لعبتها الثانية 14,000، بس هالمرة الثانية 10,350 ما عدا 1854 خبرة او ار بي. وهنا راح فيديو الاخ او بالمرتبة الثانية راح نلقى شنو، راح يعطيك خبرة دبل. اي مهمة او اي سباق خبرة دبل، خاصة السباقات ستانت رايس راح تستمتع هواية وتلقى شغلات كلش حلوة بالرايسات تقدر تدخل بيها، وراح يعطيك خبرة وفلوس او القاب قاطع. يعني صراحة راح اذا جبت المركز الاول، اذا ما كان يعني يعطيك دبل او المضاعف، راح تلقى راح يعطيك بالمركز الاول 26,000، بالمركز الثاني راح يعطيك 22، وبالمركز الثالث راح يعطيك 18,000، وبالمركز الرابع راح يعطيك 15,000. فانت حاول تكون بالمركز الاول، واذا كانت اللعبة فلوس دبل او فلوس مضاعفة او خبرة مضاعفة راح يعطيك دبل. مثلا 15 راح يصير 30، وال20 راح يصير 40، وال25 راح يصير 50، وهكذا راح تصير تحصل الخبرة أكثر وأكثر. أو تحاول تعيدها وتلعب ويا ناس أونلاين. يعني صراحة لعبة حلوة كلش، يعني مهمة أو سباق كلش حلو. راح تشوف السيارات السريعة وتستمتع بيها، خاصة السيارات الموجودة وبالDLCات الجديدة وإضافتها روكستار على هاي اللعبة. أنا بالمركز الرابع، راح أحاول أكون الأول ولو ما أقدر أربح، لأن هواي يخبثون عليك بالسباقات. حاول لا تدعم وياهم، هم يريدون يدعمون وياك راح يوقعون جوا. بالمركز الأول، وهذا ميشن اني هواية حصلت منه، وهي الميشن اسمها همينة مثل ما تعرفون او تروحون على جوب ميشن، والميشن اسمه ريتشمان ان ريتشمان، والميشن مكتوب صفة سيمون عايد سيمون. هذا الميشن تبديه ولا تنسى تحط اي مهمة تبدأ حطها على الصعب وما تتقنها. راح تاخذ السيارة وتجي هنا تروح على مكان، هذا المكان موجود مثل ما تشوفون هو يشلك على المكان. تنزل من السيارة راح تهكر الباب او راح تفتح الباب على طريقة التهكير. راح يفتح الباب، تدخل برنامج التهكير، هذا الكيبورد او كيباد. راح تدخل على ماي كمبيوتر اكسترنال ديفايس، مو تروح على هاك ما عليك بيه، راح تروح على بورت فورس انلوك. راح تحط الأحرف مثل ما تشوفون بهذه الطريقة، راح ينفتح لك الباب. وأنصح المهمة تلعبوها باثنين، لا تفوت من الباب لأن تلقى شرطة قدامك. راح تفوت من الحائط وتصعد من الحائط، تصعد على ذني واحدة من الباب، تصعد منها. من تفوت حاول تطب أو قبل ما يحسون بك الشرطة أو الحرس تاخذ السيارة حتى تنطلق. واول ما تاخذ السيارة اخذ السيارة السريعة، لا تاخذ لوكزري السيارة، او اخذ السيارة السبورت. اخذ السيارة السبورت مثل ما تشوفون موجودة سيارتين، او اذا كنتم تلعبوها اثنين بعد كلش احسن، لان كل من ياخذها سيارة تلقى صديقك من اونلاين ما معقولة ما تلقى احد، او تسوي انفايت لاي واحد راح يجي يلعب وياك المهمة. بس حاول تحط المهمة على الهارد، واذا لعبتها وحدك راح يأخرك تقريبا 2.5 الى 3 دقائق ونص. من تلعب ويا اي واحد على اونلاين او ويا صديقك ما راح يأخرك، راح ان شاء الله تخلص المهمة بساعة. بس انا ما لقيت احد، او صراحة انا واصدقائي قاعدين
فلاني لعبتها وحدي حاولت اشرح وحدي شلون راح تسويها. من توصل اول سيارة راح تروح ترجع على نفس المكان، تاخذ السيارة الثانية، بس لا تنسى تاخذ السيارة اللوح، ما تاخذها اللي تشبه سيارة رولز رايس. اخذ هاي السيارة وراح تتخلص من البوليس بطريقة سهلة صراحة من نجمتين، وما يهم لا توقف ولا تقاتل اي واحد، انت مهمتك تاخذ السيارة وتوصلها سيمون على اكمل وجه، ما عليك باي شيء. تخلص من البوليس ووصلت المكان، وراح تشوف سيمون وجه البومة وراح يشكرك من هاي السوالف. اهم شيء المهمة لا تنسى تحطها على الهارد، وراح هنا يعطيك ميشن باسد، وراح يعطيك JP 15، وراح يعطيك 16470 2791 خبرة. مثل ما شفتوا هذا الفيديو ان شاء الله تستفادون منه، وهاي 5 مهمات اني صراحة لعبتها وجمعت طريقي نحو 1,000,000، وراح تقدر تشوف منهم مهمة تقدر تخلصها بدقيقتين، منهم ب3 دقائق، منهم مهمات تاخذ منك دقائق اكثر بس راح تعطيك خبرة اكثر وفلوس اكثر. لا تنسون بالفيديو دوسون لايك او تكتبوا لي بالكومنت واشتركوا بقناتي حتى تدعموني وانزل فيديوهات اكثر ان شاء الله. ان شاء الله بالمستقبل انزل فيديوهات جديدة، راح انزل لكم فيديو عن شلون تزيد فلوسك وانت مهمات سهلة بالCEO. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.